خليني أسألك سؤال بسيط. هل حضرتك شفت قبل كده ثعلب كان بينط؟ طب شفت دي كان شايل فيك؟ طب هل شفت نملة ديلها طويل؟ انا عن نفسي ما شفتش، بس اتحكى لي يعني. اللي شاف كل ده كان الاستاذ انيس، راجل محترم موظف في وزارة الصحة. تبص له في الشارع وتقول هو مثال الادب والاخلاق، النموذج المثالي للاسرة المصرية. ازمة استاذ انيس في الحياة ان ربنا ابتلاه بحكاية كده ممكن تخليه يسقط من نظرك شوية، الا وهو ان هو حشاش. ايوه، انا دلوقتي بكلمك عن استاذ انيس من فيلم ثرثرة فوق النيل. الاستاذ انيس شكلا من بره وهو ماشي في الشارع لا بيتطوح ولا بيضرب حد ماشي في الشارع في حاله، لابس بدلته المهترئه تقولش انس الشوكي، نموذج مثالي للموظف النموذجي. الاستاذ انيس ده زمان حصلت له حكايه كده جرته في السكه الوحشه. هو زمان كان بيناضل ضد الاحتلال الانجليزي، بيطلع مظاهرات ويقودها ويهتف ويزعق نضال وطني على ابوه. بس للاسف الدنيا دست عليه، اتوظف في وظيفه روتينيه. النضال الوطني والمظاهرات والحاجات دي خلصت بعد 23 يونيو. حياته الاجتماعيه مدمره، عايش وحيد وفقير، لا قادر يتجوز ولا يبني حياه اجتماعيه سليمه، بل بالعكس قعده العوامه بقت حياته كلها. انه يروح العوامه يشد انفاس لحد ما يتعامل مع الشله. والحقيقه انا مش عارف هل ده بسبب انه حشش ولا هو حشش بسبب انه عايش حياه غير طبيعيه. بصراحه على الاغلب الاثنين. هتقول لي ازاي؟ اقول لك انا. زمان فشخ ايام الفراعنه النظرة للمدمن كانت سيئة، كانوا شايفينه أحمق باع روحه وعقله للشرب والسكر والعربدة. مثلا في واحد من أهم النصوص الفرعونية نصائح الحكيم آني بيقول فيها: أما إخوانك في الشراب فيقفون قائلين أبعدوا هذا الأحمق، وإذا حضر إنسان ليبحث عنك ويستجوبك وجدك طريح الثرى. شكل المدمن في عيونهم انه مجرد انسان باع روحه للشيطان، مدمن مش قادر يوزن نفسه ولا قراراته، ببساطه احمق. يعني مثلا في الفترات الاسلاميه بمختلف انواع الخلافه كان بيبص اغلب العلماء والناس للمدمن، حشيش بقى، افيون، مرق الدجاج، اي حاجه، انه مذنب ذنب الخمر، وانه شخص فاسق واحمق عقله بايظ ولازم يتعالج. فهتلاقي ان ابن سينا مثلا كان بيستخدمه في العلاج ومخدر عشان العمليات، بس شايف انه مش للاستخدام العام طبي بس. وفي ناس تانية زي الزراكشي قال لك بص دي نبتة شيطانية، وكتب كتابه زهر العريش في الكلام عن الحشيش. هو ساعتها اللي كان بيكتب بعنوانه ما فيهوش سجع او مرقصه بس. ده عند العالم المتقدمه اللي مهتمه بالعلم ساعتها. اوروبا الغارقه في الجهل قال لك ده حاجه من الاثنين: يا بقى روح للشيطان والشيطان قال له في الاول جرجرتك ومن خيبتك خدرتك، او مسحور له والله، وان دول مصدر للشرور والجرائم ولازم نعدم ميتين ابوهم، هيدمروا قيم الاسره الاوروبيه الكاثوليكيه. طب والعلاج يا محمد ولا يا جرجس؟ لا دي ناس بقت راحه للشيطان يا مسحور لك، ما فيش منهم راجل، اعدم ميتين ابوه اسهل يا راجل، بلاش وجع دماغ. في دول بقى الهند والسند، الصين بقى واليابان والهند والحتت اللي هناك دي، يعني الناس كانت مقسومه اتنين. ناس زي كونفوشيوس شايف المدمن ده شخص مجرم لانه مش بار بابوهم، وطوائف دينيه تانية ظهرت بعد فتره العصور الوسطى كانت شايفه انه بيساعد على الارتقاء والسمو الروحي. خلاص بقى الدول القوميه بتطلع والراجل الابيض هيستعمر الناس، بقى بيتبص في الدول المستعمره للمدمن انه ضحيه الاستعمار اللي بيتآمر علينا ويدخل مخدرات للبلد عشان نفضل ساكتين، وان المدمن ده شخص سيء واترمى في حضن شهواته ومحتاج يتعالج لانه بيأذي المجتمع كله. وده جزء منه حقيقي. اللي دخل الكوكايين مصر كان الانجليز فعلا، وحروب الافيون لما انجلترا قالت للصينيين اشتروا الافيون بتاعنا والا طلعنا عليكم القديم والجديد. في اوروبا الرجل الابيض المستعمر شاف المدمن ده شخص هايف وضعيف ولازم يتباد عشان مش قادر يتغلب على ادمان، والوضع ده فضل قائم، وجزء كبير من الناس لسه شايفين الوضع ده كده، ان المدمن ده انسان اترمى في حضن شهواته، لحد ما جه راجل دكتور كده خواجه اسمه بروس الكسندر، جاب فران كتير جدا جدا بالالاف وحطهم في اقفاص وبوكسات، بس مش بشكل عادي. اولا حط كوبايتين ميه في كل بوكس، كوبايه فيها ميه بمورفين وميه فاضيه نظيفه وما فيهاش اي حاجه. المعلم قسم الفئران دي في مجموعه عايشه حياه طبيعيه اكلهم متوفر بشكل طبيعي وسط فئران عاديه خالص، ومجموعات تانية كان بينقص منهم حاجات أساسية، زي إنه يقلل مثلا كمية الأكل اللي داخلة، أو يقسمه بشكل متساوي، أو يدي شوية منهم حتة من علبة كرتون ولا حاجة. انه يظبط كميه الاكل والميه والهواء، بس يخلي الفر لوحده، يخلي المجتمع ذكور بس من غير اناث، او اناث بس من غير ذكور، يقلل كميه الهواء اللي داخله للفار، ويفضل يلعب في الطبيعه اللي ربنا خلقها. نتائج التجربه دي كانت زي ما انت تتوقع. فار اللي عايش حياه طبيعيه فيها الاساسيات متوفره ومتوزعه بشكل عادل، محدش فيهم قرب للميه اللي فيها مورفين خالص مع انها متوفره بشكل طبيعي. الفئران اللي في ظروف مش طبيعيه ادمنت المورفين بسرعه رهيبه وكانها مستنيه المورفين، بس دي فئران واحنا بشر، ايه العلاقه؟ ولا انت من بتوع دس السم في كوبايه المت؟ خد املي. على العموم سيبني احكي لك، مش جايز يكون عندي حق في الاخر زي ما كان عندي حق لما قلت لك ان محمد صبحي مستحيل يبقى عادل امام.
شفت بقى، اديني وقتي هتنبسط صدق. اديني فرصه احكي لك عن راجل كبير. الراجل ده كفيف ما بيشوفش، بيحاول يعيش هو وابن امه والدنيا جايه عليهم، بس الناس عنده في المنطقه بتعتبره راجل بركه. حبيبي يا بركه. حبايب كلها في الحلقه. بس يا عيني الدنيا دايس عليه. الراجل ده طبعا الشيخ حسني اللي فقد بصره وهو صغير، او زي ما بيقول النور راح بعد حكايه تقريبا، بس مش مشكله، قضاء وقدر. اتولد في عيله ابوه متجوز 2، وبعد ما ابوه مات مرات ابوه خدت الشقه وطردتهم. بس مش مشكله برضه، هو اجتهد واشتغل على نفسه وتفوق في الازهر عشان يوصل ان عبد الناصر يكرمه ويبقى رجل ازهري محترم. تبص عليه تقول شيخنا اللي هناخد منه خلاصة في الدين والدنيا. والشيخ حسني بيتجوز وبيخلف يوسف، بس بعد كده الدنيا بتنهار لان مراته بتموت وبتسيبه لوحده في الدنيا، بقى حاسس انه وحيد في الدنيا والدنيا جايه عليه، عايش في سجن العمى وسجن الفقر وسجن الوحده. وعشان يهرب من السجون دي كلها فبيقرر انه يقول فضلت ماشي مع نفسي، قلت اشوف اللي في نفسي حقي واروح ادور على نفسي، وبيروح يرمي نفسه في حضن الهرم تاجر مخدرات. وبتكتر قعدات الشيخ حسني في الجراج اللي ورثه، ويحوله من مكان ممكن يسترزق منه لملتقى انس وفرفشه، قعدات حلوه حوالين الجوزه، يقعد يضحك ويغني ويقول طول الليل، مش مهم بقى ابنه ولا امه، المهم القعده الحلوه بتاعه اللحظه دي. ويشد باب الجراج على الفجر ويروح ينام. ما خدتش بالك من حاجه؟ رحله انيس والفيران والشيخ حسني كلها واحد. رحله بتبدا من انك شخص عادي جدا، المجتمع حواليك بيبقى مختل وبيجي عليك والواقع بيهينك في نفس الوقت، فتقرر انك تهرب زي انيس والشيخ حسني والفيران. كلهم هربوا من واقعهم السيء لواقع كله دخان، يا في الجراج يا في العوام. كلهم خلقوا جنتهم الخاصة، وبين قعدة العوام وقعدة الجراج ولا أي اختلاف. الفرق بس إن أنيس لقى ناس معاها فلوس، إنما الشيخ حسني على الله. الاتنين وهم قاعدين وسط الدخان ونفس ورا التاني بينسوا كل الواقع، بيطلعوا في رحلة حلوة. الرحلة دي إنك بتلاقي الدنيا جنة، هتلاقيها على مستوى المكان بتسيح قدامك. مش فكرة إنها بتسيح بجد، بس لأ، أنت قاعد في مكانك وعارف انت قاعد فين كويس وواعي للي حواليك، بس انت وعيك طاير للزمن اللي كان مكانك المفضل. انيس مثلا بيرجع المظاهرات ويهتف ويزعق، يرجع تاني التلميذ اللي هيطلع عين الانجليز وهيتضرب، هيرجع يحس تاني بنفسه. الشيخ حسني هيرجع للحظه اللي اداله فيها عبد الناصر الجايزه، او للحظه مع ام يوسف. الاتنين قاعدين في جنتهم المزيفه اللي كان بيتكلم عليها شارل بودلير. بيوصف بودلير الحاله بانهم بيحسوا ان العالم بتاعهم هم بس، هم الملوك والباقي كله اي كلام، فردوس ليهم لوحدهم. بيخليهم لما كل واحد فيهم يبص في حته هيفتكر حاجه، او زي ما بيقول الجماعه بتوع الفلسفه المكان بقى سايل والزمان حل محله، او على راي الفنان عربي الصغير اللي انا قلته ده يطلع ايه وتهيألي ان انا في بولاق واللي شايفها كاتل وراق، او زي ما بيقول فالتر بنيامين الاشراق الدنيوي. في لحظه الاشراق الدنيوي دي انيس والشيخ حسني حاسين بنفسهم وكانهم بيقولوا قابلني قطر يا عم البيه غصب عني انا دوست عليه. هم دلوقتي في لحظاتهم الحلوه مش معانا في الواقع بتاعنا، هم هربانين للحظات اللي كانوا حاسين فيها باحساس كويس. هم في لحظه الاشراق الدنيوي. احنا كنا فين؟ الاشراق الدنيوي، ولا اقول لك خلينا نسميها الدلولو، اسهل عليك وتسهل عليا. اعمل سبسكرايب بقى. نرجع تاني للاخوه المدمنين وهم قاعدين في الدلولو وفاكرين انهم قاعدين لوحدهم في وسط الدخان والذكريات والدنيا اخر. ليه كاتب انس الشوكي؟ ماله انس الشوكي بالامر ده؟ انت عبيط. قاعدين يضحكوا، وبعد فتره انيس اتلم على شله العوامه والشيخ حسني على شله الجراج، وجمال مزاجنجي اللي المفروض كان يبقى محامي بس اتلم على شله المغنى والحشيش. ايه، ما احنا قاعدين لوحدنا اهو، لا بنأذي حد ولا حد بيأذينا، الواقع بعيد عننا، هربانين من مشاكلنا احنا بس، تعودنا عليه وبقينا مش عارفين نعيش من غيره. بس الوضع مش هيكمل كده، اصل ازاي؟ ده الواقع لازم يخش يكسر الدنيا فوق دماغك وعيله او لا. فهتلاقي ان جمال المزاجنجي بتضيع منه وقيه الحشيش، ودي كميه كبيره، بيروح يخبط على اخوه بعد نص الليل عشان ياخد، ما اصله حرام الحته دي تضيع يعني. الصراحه مش مشكله بقى الراجل وراه شغل الصبح بقى، ولا ابنه نايم ولا هيتفزع، المهم الحته. بس مزاجنجي برضه معذور، ده عبده الكرف مديله حته ناقص ولا عايزه يسيب حقه يعني. يصح؟ ما يصحش. وبرضه ما يصحش ان انيس يروح الشغل وهو واعي على الواقع. هيتعامل مع الناس اللي هناك دي ازاي؟ هبص لهم ازاي وانا مش شارب؟ يا جدع دول شويه منافقين على حراميه، الا من رحم ربي طبعا. وراح فعلا الشغل وهو شارب، قاعد مزاجه عنب، بيوصل الشغل على رواقه، متاخر ساعتين بس، مديره بيهزقه ولا اي حاجه، ولا حاسس بتهزيق حد. اتكلم اتكلم. ايه يعني؟ وانا شايفك اصلا؟ انا مش شايف فيكم حد، انتوا عيال عايشين على الحك، كل الناس عارفاكوا على قد. بعد ما بيتهزق المدير بيقول له خد اعمل التقرير ده. بياخد التاسك ويبص يقول له سهل. يروح بيعدل بدلته المهترئه ويقعد على المكتب ويمسك ورقه وقلم ويكتب التقرير. الى السيد المدير العام،
اتقدم بهذا التقرير الى حضراتكم. تحية كاريوكا وبعد. وبس كده، ده المكتوب في الورق. تحية كاريوكا وبعد دي من عندي معلش. ليه بقى؟ عشان القلم كان خلصان اصلا، بس انيس مش فارقه معاه، ما هو مش شايف فيهم حد، هو شايف ذكرياته وامجاده، البطل المناضل ضد الانجليز. ويقوم يسلم التقرير الفاضي اللي هو المفروض عن عجز الادويه في الدوله للمدير العام. بياخده المدير ويحطه على المكتب عشان يقراه بعدين، ويرجع انيس مكانه شويه والمدير بيقراه، يلاقي تقرير فاضي، يقوم جايبه ومهزقه ومحوله للتحقيق. هل فرقت معاه؟ ابدا، احنا زي الفل. انا مسطول، ما كل التقارير بتتكتب كده. وده برضو نفس اللي بيقوله الشيخ حسني لما بيبيع البيت لهرم مقابل الحشيش. ايه يعني ابني عايز الفلوس عشان يسافر؟ مش مشكله، هتتدبر. محتاج فلوس اعيش بيها؟ مش حوار. وورينا اجدع بيه ولا باشا يقدر يعيب على الحشاشه. فشل. الوضع بيكمل زي ما هو كده. ايه يعني بنغلط، الخطا وارد. الدلولو لسه مكمل معانا، وانا اقدر اعيش من غيره؟ ده الدنيا تبقى جحيم يا جدع. بس خلاص زهقت من القعده القديمه، الرفاهه القديمه دي ما عادتش تنفع. خلينا نجيب ناس جديده. وبالفعل، بس مش انيس اللي بيجيب ناس جديده، لا، ده رجب احد رموز العوام، الممثل اللي كان بيمثل مسرحيات شكسبير. بس الحاجات دي ما بتاكلش عيش، فخلاص هنعمل اللي هجيب فلوس. وبالمره واحنا بنجيب فلوس نجيب زبائن جديده. زي ما دخل انيس للشله وعينه وزير لشؤون الكيف، دخل 3 شخصيات تانية للشله: سناء، ليلى، ثانيه. 3 ستات كان بيعمل معاهم حاجات مش ولا بد وبيستغلهم. طب ما تيجي نشربهم معانا كمان. وهو بيشربهم معاه وبيدخلهم الجنه دي، بيوزع عليهم بالتساوي الذنب ده في التغيب عن الواقع، وهو عايز يخليهم فاوست زيه. مين فاوست ده يا عم خالد؟ فاوست ده رجل قرر انه يبيع روحه للشيطان. الفرق بين انيس ورجب والشيخ حسني والمزاجنجي وبين فاوست ان فاوست باع روحه للشيطان، انما الباقيين باعوا روحهم للدلولو. بتتسلطن وقاعد قاعده حلوه وبتبعد عن الواقع وبتحس انك احسن، بس ده في مقابل ايه؟ ما انت عمرك ووقتك وصحتك بتتسرق. بس مش مهم، انا تمام، اهم حاجه الواقع بعيد عني. بس هو جه وفشخك يا اسطى. لا، مين قال كده؟ انا رايق، انا طرش، انا شغلي ما بيهزر. طيب جبت الناس دي ليه يا اسطى؟ عشان يتبسطوا معانا، ده حتى اللي ياكل لوحده يصبر. شكلك كده ما بتحبش الخير لحد. طب خلاص بقى، قابل الناس الجديده اللي هو جابها دي، هي اللي هتوجع له دماغه. بنعرف قصه كل واحد منهم عشان نتاكد من اللي كنا بنقوله في الاول. ثانيه جوزها بيخونها مع الشغال، بس ده عادي، بتحصل في كل المجتمعات. طب وسناء الطالبه اللي بتحاول تبقى ممثله، فرجب الممثل الكبير بيستغلها ويقول لها اعلمك، وهو ناوي على حاجات تانية واضحه من الاول يعني. فهي كبنت صغيره بتتعلق بيه. بلاش دي، بتحصل واخطاء فرديه حتى لو ليها علاقه بشخصيات عامه. طب وليلى اللي بتحاول تصرف على اخواتها وتترقى اجتماعيا، ولان الوسائل الشريفه قلت وبقت محصوره على ناس معينه، فالناس بتلجا لوسائل غير شريفه للترقي، او الحاله اللي بيسميها روبرت ميرتون الالتواء والهامشيه. ودي حاله كده كده هتخلي المجتمع يتفسخ، او على راي راجل فرنساوي كباره كده اسمه ايميل دوركايم، الانوميا الاجتماعيه. وهي ان المجتمع بيتحول لغابه، وكل فرد في المجتمع بيحاول يبقى جزء من الغابه دي او يهرب منها بقى، ممكن بالسفر باشكال قانونيه او غير قانونيه، وممكن يهرب من الواقع كله، يحشش يعني. وده بيزود المشكله، لان المجتمع مبادئه بتنهار اكتر واكتر من كل حشاش بيخش، او زي ما حصل مع الفئران كده اللي حكيت لك عنها، لما فتحوا على الفئران اللي عايشه حياه مش طبيعيه على اللي عايشين حياه طبيعيه من غير ما يحسنوا الوضع العام، فبقى وحش على كله. نسبه المدمنين زادت، ومش بس كده، الاناث بتهجر ولادها، والذكور بيضربوا باقي الفئران اللي مش مدمنه. تخيلوا واحد مدمن ايس ماشي في الشارع مسكك ضربك عشان تشرب معاه. وده اللي بيحصل لما شله العوامه بتقرر تطلع منها. بيطلعوا طالعه ل100 رهينه في البدرشين، يروحوا يشوفوا جده رمسيس عشان يشوفوا الناس الفايقه عملت ايه. ومش مشكله، احنا كده كده في الدلول. وراحوا وقضوا وقت لطيف مع رمسيس، وخلوه هو كمان يقضي معاهم الوقت ده. شافوا بقى وهم هناك فلاحين بيتمسحوا بالاثار، قالوا عليهم جهله ومقرفين. خدها وديه عند الدكتور بتاعي، ده شاطر قوي. ما تاخذيناش يا ست هانم، دي عادات وارثينها عن اجدادنا الفراعنه. اجدادك دول كانوا فاضيين قوي. وحلوا مشاكلكم بالعقل ها. خلصوا تنظير على الناس وطلعوا على الطريق وهم ما فيهمش عقل. خبطوا بنت ما كملتش 19 سنه. كارثه طبعا. هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه، هنعمل اللي اتعودنا عليه. هنهرب. هربوا فعلا، بس ضميرهم وكلهم. الحشيش مصدر السعاده خلاهم يعملوا كارثه، بس ولا اي حاجه. هي اللي غلطان، دي ما تعرفش اي حاجه عن اخلاقيات الطريق ولا قوانين. ايه اللي طلعها علينا كده؟ بس هي اللي غلطانه. الفلاحين دول يمشوا في الشارع لا يبصوا قدامهم ولا وراهم. وبعدين ايه يعني ماتت من خبطه عربيه؟ اصلا لو ما ماتتش منها كانت هتموت من الفقر او الجوع. اللي بيموت من حرب، اللي بيموت من وباء، اللي بيموت من كوارث. الفقراء هم اللي غلطانين انهم بيخلفوا فقراء وجهله زيهم، وجايين يحاسبوا الحشاشين الظلم. وان كان حرام ادينا بنحرقه، وان كان حلال ادينا بنشربه. والحاله دي شله العوامه مش لوحدهم فيه. جمال المزاجنجي قال برضه يا عم ولع، بعد ما ورط نفسه واخوه مع راجل مش بيرحم زي البهز بيه. ما يعني ايه هي الدنيا؟ نو ريسك نو فن.
امال انت فاكر ايه؟ اذيت المجتمع مش مشكله، هنلاقي مبرر وبعدها نولع. ورضا المسيري برضو عمل كده لما خدر البيت كله بسبب انه حط الحشيش في الاكل. قال لك اصل انا مكافح ولو بطلته مش هقدر اكمل كفاح، مش هقدر اواجه الواقع ولا اواجه ضعفي. وهي دي الدنيا يا صاحبي، الدنيا سجاره وكاس مش حاجه تانية. ويقعد اخونا المدمن يولع ويبرر ويبرر ويولع، والحاله دي اسمها التنصل الاخلاقي. قاعد تقنع نفسك واللي حواليك انك زي الفل اهو ومجراش حاجه، ده قضاء وقدر. مش بس بتكذب على الناس، كمان بتكذب على نفسك. الحوار ده بيفضل شغال لحد ما بيجي حد مش مصدقها ويعكنن عليك. هيجي بقى يقول لنا ايه العبط ده انتوا قاعدين بتهربوا من مشاكلكم بدل ما تحلوها، واللي انتوا بتعملوه ده غلط وحرام في كل الشريعه السماويه والغير سماويه. فيقول ببساطه ابن الوسخه ده جاي يوجع لنا دماغنا ويقل مزاجنا، ما تهرب معانا يا عم من غير سكات. وده اللي بيحصل لما سماره بتروح للعوامه مع رجب وتشوف المجتمع ده لاول مره. تكره المجتمع ده، بتقرر انها عايزه تدرسه اكتر، تقرب منه عشان تنتقده وتحاول تنصح وتصلح. طبعا كل ده اي كلام. ولما بتواجه انيس بالحقيقه وتواجهه بالواقع اللي هو هربان منه، لما بتوديه للجبهه بيفوق لاول مره، بيعرف انه عايش في وهم وانه حياته دي ملهاش قيمه وهو متخدر. بيروحوا العوامه عشان يطالب الشله انهم يسلموا نفسهم، وبيقنع رجب سماره انها تشرب فعلا، وكانت لسه هتشرب. فيقول لها انيس وهو متعصب جدا يا اللي انت يوماتي دماغك لازم تظبطها بحجرين، ما تظبطها بكيلو كفته وقرنين فلفل وخيارتين. وفعلا تقتنع سماره وتمشي معاه ويقعدوا الاثنين يغنوا. واقول لك الحق يوم ما نلقى بلدنا طبت في اي زنقه، يحرم علينا شربك يا جوزه، روحي وانت طالقه مالكيش عوزه، دي مصر عايزه جماعه فايقين. الكلام ده نفسه اللي بيقتنع بيه رضا المسيري لما بيقرر بعد ما حدوته مع ملك تخلص انه يروح يقف على الطريق ويقول ايوه الكاكا، انه لازم يفضل فايق مش متخدر عشان يحل مشاكله ومشاكل ابوه. الازمه ان المدمن يفضل زي الجماعه اللي في العوام، مش عايز يتغير، مش قادر يفوق، شايف الدنيا كده، ويقعد يغني كيمي كيميكا زي ما سجنت ويرقص ويغني. وهو اخوه بقى مدمن زيه والدنيا اتطربقت فوق دماغه. او الشيخ حسني اللي مشاكله بتتحل بالصدفه، بيقعد جنب ابنه على النيل بعد ما فتح المجتمع العاجز يغني، وهو ما واجهش نفسه بحقيقته انه شخص عاجز. فشل يدي ابنه اللي هو عايزه، فشل يوفر لنفسه حاجه كريمه، هو مش قادر يعمل حاجه. ولا انا والله، انا ظهري وجعني، تكييف وجع لي ده. اعمل سبسكرايب بقى ولا مش هتعرف انك لو بقيت حشاش هتبقى عاجز، وانت اصلا عاجز اصلا. انت مش عاجز، يبقى عمل سبسكرايب. ما تيجي نفكر فيها سوا كده، ادي لنفسك فرصه. دلوقتي مين هو المدمن؟ هو الشخص اللي ما بيقدرش يعيش من غير ما يعمل حاجه معينه، او اللي بيسموها في علم النفس والادمان السلوكي فعل معين بتعمله في حياتك ما تقدرش تعيش من غيره. والله نفس المعنى. تحشش بقى، تدمن ايس، تضرب، تشرب سجاير، تاكل مال يتيم، تقدر ميشيل فوكو، تريسيرش. طب مش واخد بالك من حاجه؟ انت طول ما انت قاعد بتشتغل ولا بتذاكر بتعمل ايه؟ ها انت شاطر، تقول بتبص على التليفون صح؟ اول ما بترجع من الشغل بتعمل ايه؟ بتفتح اليوتيوب تتفرج على حاجه، عليا ان شاء الله يعني، وبعدها تعدي على التيك توك وشويه الانستجرام اللي بالمناسبه الاكونت بتاعي موجود تحت، وانزل اعمل لي فولو. تقلب في ريلز ساعتين ثلاثه وتقرر تبعت الريلز دي لاصحابك اللي ان شاء الله الريلز بتاعتي يعني. ولو حد ما عندوش تيك توك ولا انستجرام بتقنعه ينزله عشان يعمل لي فولو. معروف. وكينكي ميمز بقى وعالم الرحمه الكونيه والحاجات اللطيفه. طب قفلت البتاع اللي في ايدك ده، نزلت قعدت مع الرجاله على القهوه بتتكلم بلغه الميديا، ولو معاك داتا غالبا بتتعامل باسلوب ما تطلع وتبقشش اما انت ابن لذين، وما تولع وتحشش ولا احنا في بنزين، وتطلع تليفونك وتقلب في ريلز تاني لحد ما واحد شريف كده موبايله يفصل ويقول لكم احنا جايين نقعد مع الموبايلات ولا يا رجال. الحاله دي اللي وصلتك انك بقى عندك برين روت اللي هو تعفن دماغ، او ببساطه انت عايش في دلولو من نوع تاني، نوع اسهل انك تتعاطاه. مخك تلقائي كده بيفرز دوبامين لانه بيتعرض لمزيكا كتير والوان كتير في وقت قصير جدا. يعني انت في 5 دقايق بتشوف بين 4 ل 6 فيديوهات بمزيكا مختلفه بصوت مختلف بالوان مختلفه ومواضيع مختلفه. كتر الحاجات دي بيخلي المخ يعمل حاجه تانية غير انه يفرز دوبامين، انه بيعطل الفص المسؤول عن التحليل والتفكير في المخ. فانت بتعتاد على ده، وبعد فتره نسبه تركيزك بتقل لان مخك يتعود على الدقيقه والدقيقه ونص، وبتتعاطى مع كلام زي الميمز من غير تفكير، وبتتكلم باللغه دي وبتبعت لاصحابك عشان ما تبقاش لوحدك. وبعد ما اصحابك تبعت لهم ميمز كتير بتزهق منهم فتدور على ناس جديده وتخش في الدوام. خدت بالك انت شبه مين؟ زيك زي انيس والشيخ حسني وغيرهم. الفرق بس في طريقه الهروب من الواقع اللي قررت تتبعها عشان تهرب من مشاكلك. جايز هم طريقتهم مضره اكتر وده طبيعي، بس هو المشكله في الهروب ولا في المشاكل الناتجه عن الهروب؟ وبس كده. دي كانت كل حاجه عندي لهذه الحلقه. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.